مرحبا وأهلا وسهلا فيكم عن جديد. اليوم رح أحضر لكم أكلة كتير طيبة ولذيذة، هي الكباب الهندي. رح سويها على طريقتي، كتير سهلة وإن شاء الله رح تنال إعجابكم. خلوكم عم تتابعوا الفيديو. قبل ما نبلش بدي منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. يلا نبلش طريقة التحضير. أول شي هون عندي كيلو بندورة، بدي أقطعها هيك على شكل زائد لحتى أتخلص من القشرة. وبمي مغلية بدي أحط البندورة مدة دقيقتين لحتى تنشال معنا القشرة. بشيل القشرة أنا بهاي الوصفة لحتى يعطيني القوام الناعم للصوص، وهيك بيطلع معنا الكباب الهندي أطيب وأرتب. وهلأ هيك بعد دقيقتين شلت البندورة من المي، بدي أقشرهم. شايفين كيف عم تنشال معنا القشرة بكل سهولة. وهيك بعد ما خلص التقشير بدي أقطع البندورة، بقطعها قطع وسط مثل ما أنا موضح بالفيديو. جربوا هاي طريقة التقشير ورح تلاقوا الفرق كتير كبير بالنكهة وبالقوام، وبنصحكم تجربوها. وهيك بعد ما خلصت كمية البندورة كلها، هلأ بدي تبلها. عندي جاط هون بدي أحط البهارات. أول شي عندي معلقة صغيرة ملح، وأنتوا حسب الرغبة بتحطوا الملح، ومعلقة صغيرة كزبرة، ومعلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة بابريكا. بدي أحركهم شوي مع بعض، وبعدها بدي أضيف 3/4 الكاسة مي. وهلأ بحطهم على نار وسط لحتى تتعقد معي البندورة. وهيك تقريبا بعد ربع ساعة صار الصوص معنا جاهز. هلأ بخليه على جنب وبدي أحضر اللحمة. هلأ هون عندي 3 بصلات كبار مقطعتهم على شكل جوانح. طبعا هاي الأكلة كتير طيبة بالبصل، فكل ما كترتوا بصل كل ما بتطلع طعمتها أطيب. هلأ هيك فردتهم بالصينية. هلأ هون عندي اللحمة تقريبا 750 جرام، حطيت لهم معلقة صغيرة ملح، وانتو كمان حسب الرغبة، لأني أنا حطيت ملح بالصلصة. وحطيت لهم معلقة صغيرة بابريكا، وربع معلقة جوزة الطيب. جوزة الطيب تعطيها طعم كتير طيبة للأكلة، بنصحكم تجربوها. وربع معلقة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة كزبرة. بدي أدعكهم كتير منيح مع بعض، وإذا لقيتوا اللحمة ناشفة فيكم تحطوا زيت نباتي. وهيك بعد ما خلصتها بعد 10 دقايق تقريبا دعك. هلأ بدي شكل اللحمة على شكل كباب مثل ما إننا شايفين بالفيديو، أو أنتوا فيكم تشكلوا الشكل اللي بتحبوه. شايفين كيف فيكم تسووا على شكل دوائر، ما في أي مشكلة، بس إنه شكل الكباب إنه بيطلع أحلى. وهيك بعد ما خلصت تشكيل الكباب شايفين كيف طالع شكله حلو. هلأ بدي فوته على الفرن على حرارة 230 شغال من فوق ومن تحت لحتى تستوي معنا اللحمة مدة نص ساعة. شايفين شكلها كيف هيك استوت معنا اللحمة. هلأ بطالعها من الفرن وبدي أحط عليها الصوص اللي ساويناه اللي حضرناه قبل، الصوص البندورة. بحطه فوق اللحمة وبدي أخليها لحتى تتعقد مع اللحمة، تاخد نكهة اللحمة والبصل تقريبا مدة 10 دقايق، وبتكون صارت أكلتنا جاهزة. وهي الكباب الهندي صار جاهز معنا. يا سلام على الريحة اللي بتشهي والطعمة ولا أطيب. كتير سهلة وبنصحكم تجربوا هاي الطريقة. أنا قدمت مع الرز الأبيض، وفيكم أنتو تاكلوها بالخبزة. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لي لايكات، وصحتين وألف هنا.